الفرص لوجود صفقة بين الولايات المتحدة وإيران مش مبشرة، خصوصاً بعدما 21 ساعة من المفاوضات في باكستان وصلت لطريق مسدود. والولايات المتحدة بدأت حصاراً على هرمز علشان تمنع إيران من فرض نظام رسوم على المرور. وعلشان كده الهدنة اللي مدتها أسبوعين من يوم الثلاث اللي فات شكلها مش هتتجدد لو أصلاً كملت للمدة دي. وبالتالي السؤال بيبقى مين اللي هيستفيد أكتر من فترة الهدوء دي؟ فاحنا النهاردة محتاجين نبص على الفوائد لكل طرف. هبدأ بنبذة سريعة عن الوضع وإزاي نفكر بشكل عام في اتفاقيات وقف إطلاق النار. وبعدين في أول نقطة مهمة عندنا هنبص على المشكلة اللي بتواجه الولايات المتحدة مع التركيز على إعادة التزود بالوقود. وبعدين هننتقل لإيران وهنستكشف واحدة من الأسئلة اللي لسه ما تجاوبتش عن قدرة طهران المتبقية. وجودة، وبما إن الدنيا صعبة دلوقتي هنتكلم كمان عن خطوة الصين اللي هتعقد حياتنا أكتر. بس خليني أبدأ بنقطة غامضة عن وقف إطلاق النار وإحنا فين دلوقتي. العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لسه باينة إنها متوقفة، بس المشكلة العامة في التفاوض لسه ما اتحلتش، وإسرائيل لسه بتتحرك في لبنان. إيران كرد فعل فضلت قافلة مضيق هرمز، وده عكس الفكرة الأساسية للهدنة. ورداً على كده الولايات المتحدة بدأت تمنع مرور السفن اللي بتدفع رسوم لإيران عشان تتجنب الإغلاق. لو في كلمة واحدة أوصف بيها الوضع هتكون غير قابل للاستمرار. من الناحية النظرية حابب أفكرك إن وقف إطلاق النار مش دايماً بيكون متوافق مع النتائج النهائية. عشان أي اتفاق يكون قابل للاستمرار الشروط لازم تكون متناسبة مع توازن القوى على المدى الطويل. في شوية مرونة هنا في الطريقة اللي ممكن ترتب بها الاتفاق مع الوقت، وده هنتكلم عنه بعدين. بس الأمور ما ينفعش تخرج كتير عن الوضع اللي انت فيه دلوقتي. بلاقي شيء مضحك، إزاي كل طرف في النزاع غالباً بيدعي إن وقف إطلاق النار هيفيد الطرف الثاني عسكرياً أكتر من نفسه. فكر بس في كم مرة سمعت حاجة زي كده على مدار السنين عن روسيا وأوكرانيا. بس الحقيقة أن المكاسب المتبادلة بالشكل ده مستحيلة حرفياً. القوة بين الدول لعبة صفرية، يعني أي حاجة واحدة تكسبها التانية بتخسرها. خط النتيجة المتوقع يقدر يتحرك في اتجاه واحد بس، وعشان كده دولة واحدة بس هي اللي ممكن تستفيد عسكرياً من الهدنة. في حد هيبقى عنده طاقة زيادة وهو خارج من هدوءه، وفي حد هيحاول يضرب ضربة مضاعفة لما الغضب يسيطر عليه. كمتابع للحرب الطريقة الأفضل لتفكيري في الادعاءات دي هي إننا نرجع لنفس النقطة اللي بنوصل لها دايماً. الأفضل غالباً إنك ما تسمعش الكلام القادة في الموضوع ده. خلينا نتخيل إنه طرف واحد فعلاً هيكسب أكتر. لو المكسب ده كبير يبقى الاتفاقات مش هتنفع، وكل الكلام ده ملوش لازمة. ده كان واحد من أهم الحواجز قدام الحل في أوكرانيا. لما تغير في القوة يكون أقل تقدر تتفاوض وتخرج من المشكلة. الموضوع بس محتاج تقدم تنازل أكبر وجوهري للطرف الخسران. الطرف الخسران ده عارف إن الصفقة في الآخر هتتآكل منه، فعشان تعوض ده لازم الصفقة تدي للبلد دي أكتر من البداية. بس هنا بيظهر الدافع الكلاسيكي للتضليل. يا حرام عليا، أنا محتاج أكتر عشان أوافق على الصفقة، وده الرسالة اللي دايما هتكون عايز تبعتها بغض النظر عن الحقيقة. وبالتالي إحنا مضطرين فعلا نحلل اللي بيحصل على أرض الواقع لو عايزين نعرف مين المستفيد الحقيقي. ما ينفعش نبص بس على الكلام اللي الزعماء بيقولوه. تمام، يلا نعمل شوية تحليل ونبدأ من ناحية أمريكا. النقاش الرئيسي هنا هو المشكلة اللي بتواجهها الولايات المتحدة في إنها تقدر تحافظ على ساعات الطيران المطلوبة لحملتها الجوية. ده ممكن يبان غريب شوية، خصوصاً إن كل الكلام قبل الحرب كان عن نقص مخزون الذخيرة الأمريكي. إحنا فعلاً هنتكلم عن القنابل كمان شوية، بس لازم يكون في طيارات في السماء عشان تقدر ترمي أغلب القنابل دي. وفي نفس الوقت من كام أسبوع بس الكلام عن الحرب اتغير، وبقى كله عن سقوط طيارة F-15 والبحث عن طاقمها. فممكن تفتكر
إن ده هو الاتجاه اللي أنا هكمل فيه باقي الكلام. لكن مش بالضبط. المقاتلين عندهم مشاكل مشابهة برضه، بس هم مش القلق الأكبر دلوقتي. الحلقة الأضعف في النظام هي طيارات التزود بالوقود، خصوصاً الكيسي 135. الطائرات دي بتخلي الطائرات المقاتلة تقدر تفضل في الجو لفترة أطول عن طريق تزويدهم بالوقود وهما في الجو. هي مش بس مسألة راحة، لكن كمان بتساعد في تعظيم عدد الساعات اللي المقاتلات الأغلى تقدر تفضل فيها في الجو. من غيرهم المقاتلات كانت حتضطر ترجع للقاعدة بشكل متكرر أكثر بكتير. جزء من المشكلة مع طائرات التزود بالوقود هو إنها قطع ضخمة من المعدن اللي أمريكا سابتها مكشوفة على أرض المطار. ده فعلا ذي علاقة بفائدة وقف إطلاق النار، لأن عدد أكبر من أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة الأوكرانية حيدخل الخدمة على طول شبه الجزيرة العربية. الدول العربية دي ممكن تشوف أنظمة أوكرانيا إنها بتحمل بنية تحتية المدنية في الأساس، بس ده مش هو طريقة عمل شبكة الدفاع الجوي. الصاروخ الاعتراضي بيشوف الدرون وبيضربه من غير ما يعرف الدرون كان ناوي يضرب إيه. بغض النظر عن كده، المشكلة الأكبر هي حساب ساعات الطيران البسيط. آخر طيارة كيسي 135 اتصنعت سنة 1965. ده مش خطأ مطبعي. 1965. الطيارات دي من زمن كان متوسط سعر البيت في أمريكا حوالي 20,000 دولار. البنزين كان ب31 سنت للجالون، والبيتلز كانوا لسه قدامهم 5 سنين قبل ما يفرقوا. من ناحية لو الحاجة شغالة كويس سيبها في حالها، مع أنهم فعلا عملوا تعديلات كتير على كيسي 135 على مدار السنين. ومن ناحية تانية طيارة الاستبدال كيسي 46 بتتسلم ببطء، وفي الوقت ده في ضغط كبير علشان يخلوا طيارات 135 تفضل في الجو. بس الفيزياء بتغلب الأحلام والتمنيات لما العمر وساعات الطيران يبقوا كتير. وطبعاً الصيانة البسيطة والتصليحات بتحصل في الميدان كل يوم، لكن التصليحات الأكبر بتحتاج إنهم يرجعوا الطيارات كلها لقاعدة تينكر الجوية في أوكلاهوما. فحسب النظرية، الولايات المتحدة بدأت وقف إطلاق النار علشان تكسب وقت وتجدد طيارات التزود بالوقود، وكمان تريح باقي الأسطول. وفي غياب عرض مغري كفاية من إيران، الولايات المتحدة حتكمل المجهود بقوة جوية متجددة أول ما وقف إطلاق النار ينتهي. أنا ما عنديش شك إن الولايات المتحدة بتستغل الفرصة دي على أكمل وجه علشان تصلح أسطولها. بس إذا كانت الولايات المتحدة حتستفيد عسكرياً من وقف إطلاق النار ولا لأ، ده مش بيعتمد على الحافز ده لوحده. لا، لازم كمان ناخد في الاعتبار إيران بتعمل إيه ونعمل مقارنة نسبية مناسبة بين الاتنين. طيب، يبقى إيران بتعمل إيه؟ للأسف الإجابة على السؤال ده مش واضحة، وده هيصعب علينا نقدر نقيم المقارنة النسبية بثقة، بس خلينا نحاول على قد ما نقدر. في جزء احنا فاهمينه أكتر، وهو قدرة إيران على إعادة بناء برامج الأسلحة المختلفة بتاعتها. على المدى القصير الموضوع ده مش مشكلة. إيران حتضطر تقضي وقت كبير في إعادة بناء المنشآت وسلاسل الإمداد اللي ليها علاقة بالموضوع. ده بيخلق سؤال مفتوح عن بالضبط قد إيه الوقت اللي ممكن أمريكا أو إسرائيل يتغروا فيه إنهم يستهدفوا القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران. بس من ناحية جداول وقف إطلاق النار مش هيحصل تغيير كبير لإيران في النقطة دي. المشكلة الأصعب، سواء من ناحية المعلومات المتاحة للعامة أو توقيت وقف إطلاق النار، هي كأم سلاح، وبالأخص أسلحة الدفاع الجوي. إيران خبتهم في المخابئ وقت الحرب. لو حضرتك فاكر إن الإجابة هي ولا حاجة وإنهم كانوا محتاجين كل اللي عندهم وعشان كده استخدموا كل اللي معاهم، يبقى باقي السؤال ده مجرد نقاش نظري. مفيش حاجة عند إيران تعيد نشرها، وعشان كده وقف إطلاق النار ملوش علاقة بقرارات الانتشار. لو لا، يبقى الولايات المتحدة قدامها مشكلة كبيرة. أول خطوة في حرب جوية هي تدمير أنظمة الدفاع الجوي بتاعة الهدف. أول ما السما تبقى مفتوحة ليك وإنت بس، أسطولك يقدر يشتغل بحرية ويدمر أهداف أغلى أو أدق. عشان نبسط الموضوع بشكل كبير،
الولايات المتحدة بتعتمد على أنظمة زي صواريخ توماهوك في جزء مكافحة الدفاع الجوي من الحملة. الفكرة إنك تقدر تغطي مسافة كفاية علشان تضرب أصول خصمك، لكن هو مش هيقدر يضربك. شايف المشكلة هنا؟ صواريخ التوماهوك والحاجات اللي زيها هي المصدر الرئيسي للقلق بخصوص مخزون الولايات المتحدة، وده ليه علاقة بأي حرب محتملة في منطقة الهند باسيفيك. لو حرب إيران توقفت لفترة طويلة، وإيران فعلاً كانت مخبية أصول دفاع جوي كبيرة تحت الأرض، ساعتها حيبقى لازم نستخدم التوماهوك تاني. قارن ده بعالم فيه ضربات مستمرة، ولو المخابرات الأمريكية فضلت متابعة الوضع كويس، الطيارات المقاتلة ممكن ببساطة ترمي قنابل جيدام بدل كده. ده اللي بقت عليه الحملة الرئيسية للضربات، والتوماهوك كان متخزن كاحتياطي. على عكس التوماهوك، الجيش بيشوف إنه مخزون قنابل جيدام يعتبر مالوش نهاية. يعني لو حصل توقف طويل ممكن يجبر الولايات المتحدة إنها تستبدل مجموعة أسلحة تكلفتها الفرصية منخفضة بمجموعة تانية تكلفتها الفرصية مرتفعة. مشكلة التزود بالوقود لسه موجودة طبعاً، لكن الحل مش إننا نصلح كل الأسطول مرة واحدة. الحل هو تقسيم نسبة معينة للصيانة طول الوقت علشان الطيارات الجاهزة ترجع للخدمة باستمرار. ده نفس النظام اللي الولايات المتحدة بتستخدمه لحاملات الطائرات بتاعتها، يعني مش فكرة غريبة أو جديدة. الطريقة دي ممكن تتطلب تقليل عدد الطلعات الجوية بشكل عام، بس ده لسه أحسن من إننا ندي إيران فرصة تتنفس براحتها. دلوقتي لازم نعترف إن فيه مشكلة كبيرة في ترسانة الأسلحة الأمريكية. حرب إيران، أو على الأقل مرحلتها الأولى، استمرت حوالي 40 يوم. أنا بوصف شدة القتال إنها كانت مرتفعة بس مش قصوى. وبعد كده كل المؤشرات بتقول إن البنتاغون شايف في فجوات كبيرة في مخزون صواريخ توماهوك بتاعته. طيب لو ده الحال، حد يفتكر إنه مخزون صواريخ توماهوك في يناير كان كافي لحرب جدية ضد الصين؟ صعب جداً. النقص ده دايماً كان محتاج استثمار كبير تاني في إنتاج السلاح، وده كل إدارة ورا التانية كانت بتأجله. واضح إن إدارة ترامب كانت أشد كتير في موضوع الأسلحة الأمريكية اللي اتبعتت لأوكرانيا، بس بايدن كمان كان حذر، وده السبب. وعشان كده إحنا دلوقتي في وضع إن الولايات المتحدة هتواجه مشاكل كبيرة لو الصين عملت أي خطوة في الشهور الجاية. لو الولايات المتحدة هتواجه نفس المشاكل دي في السنين الجاية ولا لأ، ده بيعتمد على قرارات الاستثمار والإنتاج اللي هتتاخد في ظل الحرب دي. وبما إننا بنتكلم عن الصين، في تقارير أكتر بتقول إنه بكين بتفكر تزود إيران بأنظمة دفاع جوي أكتر، خصوصاً الأنواع المحمولة. ده كان هيبقى أسهل بكتير لو السماء كانت مفتوحة بسبب وقف إطلاق النار. الطريق البحرية أكيد مش كده. بس افتكر إزاي كان في شائعات إنه روسيا بتبعت معدات لإيران، غالباً عن طريق بحر قزوين. مش هيكون صعب على الصين تستخدم روسيا كوسيط، حتى لو ده عقد اللوجستيات شوية. وعشان كده ده شيء لازم ناخده في الاعتبار، بس مش هيكون هو العامل الحاسم في قرار وقف إطلاق النار. طيب، إيه هي أهم النقاط اللي نطلع بيها النهاردة؟ كل واحد بيحب يقول إنه وقف إطلاق النار بيضر فرصته لو الحرب بدأت من جديد. دي مجرد وسيلة تفاوض، وعشان كده المفروض تتجاهلها. عملياً الولايات المتحدة بتستفيد من الهدنة، لأنها بتقدر تصين أسطول طائرات التزود بالوقود جواً القديمة بتاعها. بس ده بيجي على حساب إن إيران ممكن يكون عندها فرصة تطور أنظمة الدفاع الجوي بتاعتها. في المجمل أنا أظن إنه القلق الثاني هو اللي حيغلب في الآخر. ممكن أتخيل عالم أمريكا بتتعايش فيه مع تعافي الدفاعات الجوية الإيرانية رغم المشاكل اللي ممكن يسببها ده لتوماهوك بعدين. بس ده يتطلب إن أمريكا تعتبر الصفقة دلوقتي مناسبة إلى حد ما. استمرار إغلاق المضيق مش كده خالص، يعني لازم حاجة تتغير هنا. يمكن إيران هي اللي هتتراجع بخصوص مضيق هرمز وتسمح لحركة الملاحة الدولية تكمل بشكل طبيعي. يمكن الولايات المتحدة هي اللي هتبدأ الأعمال العدائية من جديد، يمكن بعد أسبوعين، يمكن قبل كده، أو يمكن بعدها بشوية.
يمكن الولايات المتحدة هتستنى شوية كمان عشان تشوف حصارها المضاد هيكون فعال قد إيه. بس صعب أتخيل عالم فيه وقف إطلاق نار مستمر والمضيق مقفول. ده أسوأ سيناريو لواشنطن. طيب، هنشوف كام خبر مهم هيطلع خلال الأسبوع الجاي، بس أظن إني حقضي وقت أكتر على لاينز أون مابس إكسترا في الأيام الجاية. اشترك هناك عشان تتابع كل جديد. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفك المرة الجاية. خلي بالك من نفسك.